ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات. أبناء علات. العلة هي الزوجة على الزوجة، الزوجة على الزوجة أو الجارة يقال لها علة، من العل وهو الشرب والنهل. وبعض الناس يسميها الضرة، وكره ذلك بعض السلف، كره ذلك بعض السلف أن تسمى الزوجة على الزوجة ضرة، كره ذلك بعض السلف وقال هي لا تضر ولا تنفع، لا تملك ضرا ولا نفعا، الضر والنفع والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. فتسميتها ضرة كرهه بعض السلف لأنها لا تملك ذلك. أحيانا تكون الزوجة على الزوجة بركة على الزوجة الأولى، بركة عليها في المال وفي الرزق وفي معاملة الزوج وفي الذرية. أحيانا بعض الزوجات تتوقف يعني لا عن الإنجاب، لا تنجب، ثم إذا أخذ زوجها عليها حملت وأنجبت الزوجتان معا، فلما تسمى ضرة؟ ولهذا كره بعض السلف أن تسمى ضرة، قال بل هي جارة، بل هي جارة. والجوار مأمور بالإحسان إليه، لكن إذا سميت ضرة وفهمت الزوجة الأولى أن هذه ضرة لها، فإن هذا الاسم أو هذا اللقب التي أعطيت إياه يولد عداوة ويوجد شيئا في النفوس، ولهذا لا يصلح أن تسمى ضرة، بل يقال جارة. والجوار مأمور بالإحسان إليه، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فتسميتها جارة هذا يعطي معنى من الإحسان واللطف وطيب المعاملة وحسن العشرة، بخلاف التسمية التي هي ضرة، هذا قد يولد في النفوس أشياء من سوء المعاملة.